شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله، والله خطيرة وطعمها حكاية. مين لسه بقى بيشتريها من بره وانت هتعملها في البيت بأقل التكاليف وبأسرع وقت؟ وهتزودي كريمة براحتك، تقللي براحتك، تحطي فانكة زيادة براحتك، تقللي براحتك. قومي يلا فرحي العيال واعمليها، وتصدقيني هتفرق معاكي تماما في الطعم وفي التكاليف. صدقيني في البيت ارخص بكتير مما تشتريها جاهزة من بره. كنافة بالمانجا، لو ما عندكيش مانجا استبدليها بالفراولة. الفراولة مالية سوق وفريش وفي منتهى الجمال. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ الوصفة بتاعتنا. انا هنا استخدمت كيس من منتجات دريم كريم جانتيه، واستخدمت معاه كوباية بتعادل 100 جرام من اللبن المثلج، او ممكن تستبدليها بالمية، وهنديها ضربة كده بالمبرد لحد ما تحولها لكريمة زي ما احنا شايفين. ومعايا نص كيلو من الكنافة. نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة في الحلة او في الطاسة بتاعتنا، وقعدت اقلب فيها لحد ما وصلتها لدرجة الحمار اللي احنا شايفينه ده. حمصيها بمعنى صح. وبعد كده هجيب المانجا بتاعتنا وابدا ان انا اقشرها بالطريقه دي. طبعا المانجا هنا متفرزه من الفريزر، انا ما عنديش مانجا فريش مش هقولها دلوقتي، بس انا كنت مخزناها في الفريزر. ممكن تستبدلها بالفراوله المتاح عندك استخدميه، بس انا هنا حبيت اعملها بالمانجا زي ما بيشوفوها في الشارع بالظبط. قشرتها بالطريقه دي وابدا اقطعها لمكعبات، هستخدمها في الحشو وفي التزيين كمان. وبعد كده هجيب منجاية تانية متوسطة وهضربها في الخلاط مع معلقتين من السكر، هستخدمها كعصير. هطر بيه الكنافة المحمصة بتاعتنا عشان ما تكونش ناشفة قوي وانتي بتاكلي المعلقة بتاعتك او انتي بتقطميها. طبعا عايزة اقول لك درجة تحميص الكنافة حسب ما بتحبيها، تحبيها فاتحة عن كده او حابة تغمقيها يرجع لك انتي. ولو عندك سكر بودرة زوديها معلقة. كده كل المكونات عندي بقت جاهزة. بقى عندي عصير المانجا، وعندي كنافة المحمصة زي ما احنا شايفين ما شاء الله، وعندي كريم جانتيه بعد ما سبت حبة في الفريزر لحد لما تماسك اكتر. وهنجيب الصينية بتاعتنا نبدأ نفرش فيها. اول حاجة هنزل بطبقة من الكريم جانتيه هفرشها في قلب الصينية، وهنزل عليها طبقة من الكنافة. انا هنا مش هكتر الكنافة قوي، واضغطي عليها كده في الصينيه وسويها، خليها كلها بسمك واحد. انا مستخدمه في الصينيه دي كلها 350 جرام من الكنافه، اقل من نص كيلو عشان ما تبقاش الكنافه فيها كتير. وهسقي بقى الكنافه بعصير المانجا. حابه بقى تكتري العصير، حابه تقلليه براحتك على حسب ما بتحبي قوام الكنافه عندك يكون طري او ناشف. انا هنا بسقيها لحد درجه معينه، اني بحبها تكون فيها نسبه من القرمشه، ولما بتبات معاكي كمان بتكون احسن، متبقاش طريه قوي. وهتنزلي عليها بقطع المانجا اللي احنا مقطعينها، وهزودها الكريمه طبعا. هنا بقى الكميه دي براحتك انت، حابه الكريمه زياده كتريها، حابه اقل قلليها. الحشو ده على حسب راحتك انت، زودي او تقللي براحتك. وهنعيد الخطوه دي مده 3 مرات، هطبقها 3 مرات بنفس الطريقه. طبقه من الكنافه وعليها اسقيها بعصير المانجا، وبعد كده هنزل عليها بالكريمه وقطع المانجا. زي ما احنا شايفين هنا انا عملتها 3 مرات على حسب سعة الصينية بتاعتك او على حسب الكمية اللي انت بتستخدميها من الكنافة. وعايزة اقول لك هنا انا ما بحط السكر، انا بعتمد على السكر اللي في العصير بتاع المانجا، وكمان المانجا نفسها مسكرة. حابة تزودي سكر ممكن تزودي سكر في الكريم جانتيه قبل ما تضربيه، او ممكن تزودي سكر بودرة على الكنافة وانت بتحمصيها. عايزة اقول لك بجد بيكون طعمها حلو قوي، وخاصة لما تبات كمان، وبتكون اوفر كتير لما تشتريها من الشارع. لو انت حسبت تكلفها هتلاقيها اقل بكتير من بتاعة الشارع. وكده وصلت الطبقة الخارجية. وطبعا في الطبقة دي بنزود فيها نسبة الكريمة شوية، أو بنكتر الكريمة الموجودة فيها لأنها بتكون الطبقة النهائية أو الشكل النهائي للصينية بتاعتنا، غير الحشو الداخلي اللي من تحت. وهنزل عليها بكل المانجا المتبقية عندي. وبكده خلصنا الصينية بتاعتنا بألف هنا وشفا. بس في خطوة أخيرة، دي خطوة اختيارية. أنا استخدمت معلقتين من المية وعليهم نص معلقة من الجيلاتين، ودربتهم كويس جدا مع بعض. نزلت بيهم على وش الصينية بتاعتنا، او ممكن تستبدليها بمعلقة من الجيلي على شوية مية. بحفظ بهم بس المانجا بتاعتنا من على الوش، عشان لو قعدت في التلاجة اكتر من يوم تكون المانجا لونها ما يغيرش وطعمها ما يغيرش. لو هتاكليها على طول استغنى عن الخطوة دي تماما. ولو اول مرة بتشوفيني شرفني جدا اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس، وقلبي جميل زيكم.